حاجة وحشني بصراحة، وحشنا كلنا بعيد عننا الفترة الأخيرة. فبقول له بجد أنت وحشتنا. لمساتك في الملعب اللي أنت كنت بتعملها، الواحد كان بيجري لك يا أخي على المغمض، وأنت أيه. كنت على المغمض بتعمل كده وبتعمل كده، أي حد في ثانية توديه للجون. فوقف جنب أهلي في لحظات صعبة كتير جدا، وجنبنا في لحظات صعبة كتير جدا. بشوف ان ابو تريكه اجمد لعيب جه في تاريخ مصر. اوه، اجمد لعيب جه في تاريخ مصر. تريكه كان رهيب رهيب، بيتحرك كتير جدا وما بيزهقش، وقوي وسريع بالكوره، وبيجيب اجوال في ماتشات صعبه جدا. صح جدا، دايما تلاقيه الماتشات الصعبه ابو تريكه جاب فيها اجوال. اول كلامي سلامي للي في الغربه، كل اللي سابنا اكتئبنا وعاش في هم وحيد، والتانية احترامي للي صان عهده وكان خفيف الأثر يشبه مرور العيد، والتالتة لتريكة اللي روحه ليها سلام شبه السلام بالإيد، كأنه من دمك، كأنه أخوك وابن عمك أو صديق جامعة، تسأل عليه بالاسم والسيرة والسمعة، وتحسه جارك ودارك مفتوحاله سبيل، شبه الوعاد على النيل، شبه الحاجات العزيزة لما ترجع لك، شبه الصحاب أوقات ما تسمع لك وتحس بيك من غير ما تتكلم. وانت يا صاحبي يا وحدك يلي متألم ومخبي همك في ضحكك واحنا مش فاهمين، واحد من الناس اللي فضلت لسه بني آدمين، تديك أمل في الحياة وتحس فرحة معاه حتى في خجل واضح. الحب ده فعل فاضح مش بإيد الناس،